قال الإمام الشافعي: إن الله أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا. الإمام مالك يقول: من غاضه الصحابي فهو كافر، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار. وابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. فما رآه المسلمون أي الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد رأى المسلمون جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. ولذلك قال أبو زرعة الرازي من أئمة العلم والحديث والفقه: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء شهودنا في الوحي، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى، ومن جرحهم فهو بالجرح أولى، وهم زنادقة. هذه كلمة أئمة المسلمين وسلف الأمة الصالح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن الطعن في الصحابة طعن في النبوة، هؤلاء هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء غراس النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء بركة ثمرة عنايته عليه الصلاة والسلام. وهو يقول: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يأخذه.